مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. دعا ممثلو سكان مديريات صنعفة وعالدقيع وصرونة وميعيني وسجنيتي ودق محري لدى لقائهم في 27 من يونيو وزير الزراعة السيد الرفايني برهي دعوا إلى تعزيز اللقاءات بين الشعب والقيادة لتوضيح البرامج والرؤى الوطنية. وهدف السمينار إلى شرح البرامج الحكومية القريبة والبعيدة المدى وخلق فهم مشترك في العمل والاستماع إلى آراء الشعب حول التنمية الزراعية والقضايا ذات الصلة. وقدم وزير الزراعة توضيحا موسعا حول أنشطة حماية التربة وحفظ المياه التي تشهدها البلاد ورفع إنتاجية التربة والتنمية الزراعية والحيوانية بهدف تحقيق الأمن الغذائي. وقدم المجتمعون آراءهم واستفساراتهم بشأن توضيح وزير الزراعة والقضايا المرتبطة به وطلبات السكان. وأوضح القس إلي من صرونة والحاج سراج من صنعفة أن التعرف بوضوح على برامج الحكومة يساهم في إنجاح المهام وحل المصاعب سريعا، مؤكدين على أن الغذاء أساس الوجود والاستمرارية وانعدامه يؤدي إلى الاستجداء واللجوء. وسيعملون جاهدين لإنجاح برامج التنمية الزراعية التي تقوم بها الحكومة لتوفير الغذاء للشعب والعيش الكريم. وأكد وزير الزراعة السيد الرفايني برهي بأن الآراء والاستفسارات التي قدمها ممثلو السكان تساعد في عمل الوزارة، مشددا على أهمية مثل هذه اللقاءات لتوضيح برامج الحكومة وسبل تنفيذها وتطوير فهم مشترك للمشكلات وحلها بسرعة. بدأ في كافة أنحاء البلاد برنامج التطعيم وتقديم فيتامين A للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 أعوام. وأعلنت وزارة الصحة أن برنامج التطعيم الذي بدأ في 26 من يونيو سيستمر حتى 30 منه، داعية الشعب لتطعيم أبنائهم. وأوضح مسؤول وحدة التغذية في مكتب وزارة الصحة بالإقليم الأوسط السيد منقس إيساق عن وجود أكثر من 90 مؤسسة صحية ونقاط تطعيم مؤقتة، مشيرا إلى أن فيتامين A يكافح العمى ويقوي جهاز المناعة ويخفض الوفيات الناجمة عن الحصبة والإسهال، كما يكافح التطعيم 8 أمراض خطيرة تصيب الأطفال. وذكرت السيدة خيرية عبد الواسع والسيدة مسقانة تسفاي عن ارتياحهن لتحصين أبنائهن من مختلف الأمراض. خرجت مدرسة حقات الزراعية الفنية في 25 من يونيو 128 طالبا بدرجة الشهادة بعد دراسة استمرت ل2 سنين في الآليات الزراعية وعلم الحيوان وعلم النباتات وحماية التربة وحفظ المياه وأنظمة الري. وأشاد مدير المدرسة الأخ آرون أيوب خلال مراسم التخرج التي حضرها حاكم إقليم عنسبة السيد قرقيس قرماي ورئيس مجلس إقليم عنسبة السيدة عائشة محمود، أشاد بالجهد والتفاني الذي أبداها الطلاب أثناء الدراسة، داعيا لتطوير قدراتهم وخدمة وطنهم بإخلاص. وقال مدير قسم إعداد وتطوير المناهج في وزارة التعليم السيد قرماي ستيفانوس في المناسبة أن الدراسة النظرية والتطبيقية التي تلقاها الطلاب تفتح لهم الباب لتطوير قدراتهم وتوظيفها لمصلحة الشعب والوطن. وشكر ممثل الخريجين الشعب والحكومة وكذلك المعلمين وعمال المدرسة لبذل الجهد في تعليمهم، مؤكدا استعدادهم للدفع بحملة التنمية. كما خرجت مدرسة دون بوسكو الفنية بمدينة دق أمحاري يوم 26 من يونيو خرجت 187 طالبا بدرجة الشهادة بعد دراسة استمرت ل2 عام في مجالات الميكانيكا والبناء والنجارة والكهرباء والإلكترونيات والخراطة والحدادة والمساحة. وقال مدير المدرسة الأستاذ كداني سمري أن الدراسة التي تلقاها الطلاب تعتبر مواصلة للسياسة الحكومية في إيصال التعليم إلى الجميع، مؤكدا ازدياد عدد الخريجين في المجالين الأكاديمي والفني نتيجة للاستثمار الكبير الذي تقوم به الحكومة في التعليم.
وذكرت ممثلة الخريجين عن وصولهم إلى هذا المستوى بتضافر جهود المعلمين والآباء، مؤكدة جاهزيتهم لرفع الإنتاجية وبناء الوطن. يقوم سكان الإقليم الأوسط بنفير شعبي واسع لغرس الشتول وصيانة الطرق. وأوضح مدير مديرية بريق السيد مهاتسين قرماي أن السكان يقومون بحماية الأشجار من الماشية من خلال بناء الأسوار حولها. وأشار خبير الزراعة في مديرية بريق السيد كستي أرانا أن الأشجار التي قرست على طول 4 كيلومترات على جوانب الطرق لم تنمو بالمستوى المأمول لعدم تسويرها، ويجري الآن العمل لحمايتها وتسميدها. وفي ذات السياق يعمل سكان ضاحية جازاباندا بصيانة الطريق بالتعاون مع الخبراء، حيث أوضحت مديرة الضاحية السيدة ألماز أبرها أن سوء الطرق يؤثر سلبا على المواصلات، ويعمل السكان على صيانتها بتسخير أموالهم وطاقاتهم. وقال السيد إيساق بايرو والسيدة ملو قبرو والسيد سمري والسلاسي أنهم يعملون بتفان لأن المهام التي يقومون بها تعود عليهم بالمصلحة. يقوم طلاب مدينة عصب بنفير لحماية التربة وحفظ المياه بعد إغلاق المدارس. وقال مسؤول المدارس الثانوية ومنسق العمل الصيفي الطلابي في مكتب وزارة التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ برهاني قبرز قابير، قال أن البرنامج جزء لا يتجزأ من البرامج السنوية لوزارة التعليم، ويهدف إلى إكساب الطلاب ثقافة العمل. وقال أن النفير يشارك فيه يوميا 250 طالبا، داعيا لتعزيز تنسيق الجهات المختصة. وأوضح الطالبان يوهانس تسفماريان وزهرة راغي أن النفير يساعد على تنفيذ العمل المستقبلي بفعالية، مؤكدين العمل لإنجاح المهام الموكلة إليهم. وأشار الطالبان عوت قبرز قابهير وآسيا صالح أن النفير يرسخ روح التعاون والتحمل ويقومون بتنفيذه الآن لأهميته. بدأت عيادة سرت بتقديم خدمات جيدة بعد توفير التجهيزات والكادر الصحي لها. وأوضح المسؤول الإداري والمالي لمستشفى قندع المرجعي السيد كستي كحساي في مراسم تدشين العيادة أن العيادة افتتحت عام 2007، إلا أنها لم تواصل العمل بسبب قلة الكادر الصحي، وقد تم توفير اللوازم لها حاليا لتقدم الخدمات المرجوة. وذكر السيد محمد عمر والسيدة عائشة إدريس من السكان أنهم كانوا يتوجهون إلى مدينة قندع لتلقي الخدمات الصحية، معربين عن ارتياحهما لفتح العيادة وسط قريتهم. وقال مدير ضاحية زرات السيد إبراهيم عمر أن السكان كانوا في السابق يسيرون مسافة 8 كيلومترات للحصول على الخدمات الصحية، وقد انتفت المشكلة حاليا نتيجة للاهتمام الحكومي. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، ألغى رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما زيارة كان من المقرر أن يقوم بها لموزمبيق اليوم الخميس، مما يزيد من التكهنات المتعلقة بتدهور صحة الزعيم المناهض للعنصرية نيلسون مانديلا، والذي لا يزال في حالة خطيرة بالمستشفى. واتخذ زوما قرار عدم مغادرة البلاد بعدما زار مانديلا في وقت متأخر يوم الأربعاء في مستشفى بريتوريا، حيث يتلقى العلاج من عدوى بالرئة منذ ما يقرب منذ 3 أسابيع. وقال المتحدث باسم الرئاسة ماك مهاراج من الواضح أن المسألة خطيرة للدرجة التي ألقى معها الرئيس جاكوب زوما رحلته. وأحجم مهاراج عن التعليق على التقارير التي تقول أن مانديلا يعيش على أجهزة الإعاشة، قائلا لا أستطيع تأكيد أي تفاصيل تتعلق بالمستشفى. ويحظى مانديلا وهو أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا بتقدير بين مواطني جنوب أفريقيا البالغ تعدادهم 53 مليون نسمة، كمهندس التحول إلى ديمقراطية متعددة الأعراق في عام 1994 بعد 3 قرون من هيمنة البيض.
وقد تنحى مانديلا الذي قضى 27 عاما في سجون حكومة الأقلية البيضاء عن الحكم في العام 1999 بعد فترة رئاسة واحدة مدتها 5 سنوات. وكان آخر ظهور علني له وهو يلوح للجماهير من على متن عربة جولف قبل مباراة نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في استاد سوكر سيتي في جوهانسبرغ، وذلك في يوليو عام 2010. وبخ الاتحاد الأوروبي تركيا بسبب قمع المظاهرات المناهضة للحكومة، مؤجلا جولة جديدة من محادثات انضمامها إلى الاتحاد 4 أشهر على الأقل، لكنه قال أن طريق نيل العضوية لا يزال مفتوحا. ولاغت الخطوة الأوروبية التي نوقشت مسبقا مع تركيا رد فعل فاتر من أنقرة، وحالت دون وقوع أزمة في العلاقات بينهما. وكان من المخطط أن يفتح الاتحاد الأوروبي صفحة جديدة في المحادثات مع تركيا يوم الأربعاء لإحياء مسعاها للانضمام للاتحاد الأوروبي والذي جمد تقريبا منذ 3 سنوات، إلا أن ألمانيا ومعها النمسا وهولندا أوقفوا الخطة قائلين أن هذا سيبعث بإشارة خاطئة بعد أن قمعت الشرطة المحتجين في المدن التركية. وأيدت حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء مقترحا أوعزت به ألمانيا بالموافقة على فتح الملف الخاص بالسياسة الإقليمية مع تأجيل انطلاق المحادثات رسميا إلى ما بعد إصدار المفوضية الأوروبية تقريرها بشأن الإصلاحات وحقوق الإنسان في تركيا في 9 أكتوبر. وستجتمع حكومات الاتحاد الأوروبي مجددا بعد صدور التقرير لتحديد موعد للمحادثات في ضوء ما سيأتي فيه بشأن سلوك تركيا. تظاهر الآلاف من العمال في العاصمة البرتغالية لشبونة احتجاجا على سياسة شد الأحذمة على البطون والتي تنفذها الحكومة البرتغالية بشروط الدائنين الأوروبيين. وتعاني البرتغال من أزمة اقتصادية خانقة تفرض عليها التقشف لسد الديون وتفادي الانهيار المالي فيها. وينتقد المتظاهرون سياسات البلاد الاقتصادية موضحين عدم جدوى الخطة التقشفية في انتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية المستعصية. وتنفذ الحكومة البرتغالية إجراءات تقشفية صارمة من خلال تقليص حجم الإنفاق العام في جميع مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة نظام التقاعد ورفع قيمة الضرائب بناء على اتفاقية المساعدات الدولية. يذكر أن البرتغال اقترضت 78 مليار يورو من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية، والتي زادت من وطأة الأزمة الاقتصادية العاصفة بمنطقة اليورو الأوروبية وباتت تهدد مصير العملة الأوروبية المشتركة مستقبلا. خرج عشرات الآلاف من البرازيليين في مظاهرات جديدة في أكثر من 100 مدينة برازيلية للمطالبة بالعدالة الاجتماعية رغم تعهد رئيسة البلاد ديلما روسيف بتحسين الخدمات العامة ومقاومة الفساد. وقد تخللت هذه المظاهرات مواجهات مع الشرطة أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات. ووقعت كبرى التظاهرات في بيلو هوريزونتي ثالث كبرى المدن الواقعة جنوب شرق البلاد، حيث تظاهر بها 70,000 شخص. وحاول المتظاهرون اختراق الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة حول أحد الملاعب ورشقوا عناصرها بالحجارة، فردت عليهم بالغازات المسيلة للدموع، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا بجروح بينهم 4 من الشرطة. وكانت روسيف قد اقترحت إجراء استفتاء عام لتشكيل جمعية تأسيسية يكون دورها إجراء إصلاح سياسي في البلاد التي تشهد أزمة اجتماعية لم يسبق لها مثيل. وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى السنغال في بدء جولة إفريقية يزور خلالها أيضا جنوب أفريقيا وتنزانيا. ومن المقرر أن تستغرق جولة أوباما التي تصحبه فيها زوجته وابنتيه أسبوعا واحدا، إلا أن جدول الجولة قد يتغير بناء على التطورات التي قد تطرأ على صحة الرئيس الأفريقي الجنوبي الأسبق نيلسون مانديلا الموجود حاليا في مستشفى بريتوريا. وقد أجرى الرئيس الأمريكي اليوم الخميس محادثات مع نظيره السنغالي ميكي سول. ويأمل أوباما أن تعزز جولته العلاقات الاقتصادية مع الدول الثلاث وأن يروج خلالها لمبادئ الحكم الرشيد، حيث تتمتع هذه الدول بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية.